Bienvenue mes élèves de la deuxième année du secondaire. J'espère que vous allez très bien. أهلا بكم ولادي وولاد طلبة الطلبات الصف الثاني الثانوي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن. النهارده إن شاء الله معادنا مع شرح كيفية حل سؤال الميل والسوجي كالعادة. في كل مرة في الدروس اللي فاتت والوحدة اللي فاتت لما شرحنا ميل وكده دايما بقول لك على بعض النقاط المهمة في حل السؤال ده. وطبعا كل درس بيبقى عليه أسئلة الميل والسوجي وفقا للي درسته وقمت بدراسته في هذا الدرس، لكن تعددت الأسئلة والإجابة واحدة. فلما نيجي نشرح بنفصص كل حاجة احنا بنتكلم كتير. يلا بينا نبدأ على بركة الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. دايما بقول لكم في شرح السؤال زي دوت والتريكات اللي انا بقول لك عليها عشان ما تنساهاش. اولا في سؤال الميل بيجيب لك 3 اسئله، ال3 بيكون في المخاطب، يعني انه بيقول لك او بيخاطبك انت شخصيا. اعتبر ان الاسئله دي هي موجهه اليك انت شخصيا، وطالما بالمخاطب موجهه اليك يبقى اكيد بتتسال عشان تجاوب، فلما تجاوب هتجاوب بالمتكلم على لسانك انت. فبالتالي لو السؤال فيه تو اللي هو انت يبقى الاجابه جو اللي هو انا، تتجاوب بالمتكلم. تعال نشوف كده. Salut, tu es seul dans ta chambre ou tu partages ta chambre؟ يقول لك هل انت وحدك في غرفتك او انت مشارك غرفتك، متشارك يعني في غرفتك. ادي اول سؤال. كومون اي تا شامبر؟ كيف تكون غرفتك؟ طالما قال لك كومون اي تا شامبر او كومون اي كذا يبقى هنا هتوصف اقرا. اي كالي سا ديكوراسيون؟ وايه هي الديكوراسيون اللي احنا خدناها اللي هو الديكور؟ ايه هي الديكور بتاعها؟ نمسك اول سؤال. Tu es seul dans ta chambre ou tu partages ta chambre؟ أو إجابة je suis seul dans ma chambre. خلاص أنا أكون لوحدي، يبقى بدل ما tu es قال لك je suis seul dans ma chambre. غير، حتى غير في خلى ما مع je، tu مع ta وهكذا. طيب comment est ta chambre؟ كيف تكون غرفتك؟ ما chambre est grande، أديك وصفتها في كلمة، وصفتها في كلمة، هي بتكون كبيرة. Et quelle est sa décoration؟ الديكور بقى اللي في اوضتك او ما هو ديكور اوضتك. Dans ma chambre il y a un tapis et des rideaux. هو ده اللي احنا درسناه في الدرس ده. احنا اتفقنا ان في اساس وفي ديكوراسيون. ديكور الاساس هو ديكور، هو سأل في الديكور. فالتابي والريدو اللي هي السجادة والستارة من الديكوراسيون، من الديكور. خلاص يبقى كده الموضوع في منتهى السهولة عليك كطالب أو طالب. اللي بعده التاني يقول لي سالو هو تا شامبر، هو تا شامبر، أين تكون غرفتك؟ تكي خد بالك. Qui choisit la déco décoration de la chambre avec toi؟ مين اللي بيختار الديكور الغرفة معاك؟ Qu'est-ce que vous achetez؟ ماذا اشتريت؟ يبقى où est ta chambre؟ يبقى ma chambre est à droite du couloir. أيوة بقى، طالما قال لك غرفتك فين يبقى أنت هتشرح له وفقا للي شرحناه برضه في الدرس ده. قال لك على يمين الطرقة، couloir الممر. طيب qui choisit la décoration de la chambre avec toi؟ مين اللي بيختار بقى الديكوراسيون معاك في الغرفة؟ معاك في الغرفة. Mon père choisit la décoration de ma chambre avec moi.
ابوي يختار الديكور او الديكوراسيون بتاع اوضتي de ma chambre avec moi معايا. Qu'est-ce que vous achetez؟ اشتريتوا ايه؟ nous achetons des rideaux et un tableau. اشترينا او نشتري ستاير ولوحة. لوحة برضو كل الكلام ده انت بتختاره من حاجتين، او عشان تحل سؤال زي ده تاني ما اقول للي اول ما يسمعني النهارده، انت بتحل السؤال دوت بحاجتين مهمين لازم تكون عندك. الحصيله اللغويه اللي بيطلع منها سهلين، كلمات، حفظ كلمات وفهم قواعد و اللي هو اللي انت اتعلمته فيه. يبقى كل معلومات الدرس لو هي ثبتت في دماغك بكلماتها بسلطاتها ببابا غنوجها، صدقني هتحل العافيه. والسؤال الجاي هو اكتر حاجه بتفرق معاه قوي، انك تكون حصيله لغتك حصيله كلماتك قويه جدا، فهمك للقواعد كويس جدا، الا وهو سؤال السوجي. لسه في كمان قبل السوجي لسه في ميل تاني اخير بيقول لي salut à quelle heure tu prends le déjeuner? Tu déjeunes à la cantine ou à la maison et pourquoi؟ يقول لك في اي ساعه انت بتتناول الغداء déjeune à la cantine، هل بتتغدى في الكانتين ولا في البيت ولماذا؟ طبعا من فهمك لقواعد وادوات ادوات الاستفهام، اكل لما يسالك سؤال بيها يبقى هو بيسالك عن موعد محدد. لكن كان اللي هي تسال عن فتره زمنيه. شفت الفرق يا باشا انت وهي؟ الفرق مخيف، الفرق مختلف. طيب يبقى اكل يبقى هتذكر هنا وقت محدد. Salut, je déjeune à midi. أنا كده بتغدى الساعة 12 الظهر. كلمة ميدي يعني 12 الظهر. Je déjeune à la cantine ou à la maison. Je déjeune à la cantine parce que c'est plus rapide qu'à la maison. ليه بقى وبوركوا؟ أهو لأنه جاوب لأنه أكثر سرعة من المنزل في الكانتين. ببساطة شديدة يعني في البيت هتقول، لو انت اخترت البيت هتقول عشان اكل البيت احسن من اكل الكانتين مثلا. اما الكانتين عشان هو اكله سريع او اكثر سرعه من المنزل. نيجي بقى للسؤال المهم اللي انا هقول لك عليه اللي هو السوجي. بيقول لي اكتب من 25 ل 30 كلمه في احد الموضوعين. هو بيجيب لك موضوعين وبعد كده ادي موضوع والتاني. طب نبدا نشوف الموضوع الاولاني وبعدين نشوف. يقول لي 4 copains décrivent leur chambre. Chaque copain parle des meubles de sa chambre. حلو قوي. 4 زملاء بيوصفوا حجراتهم. كل زميل بيتحدث عن اساس حجرته. فانت هتعمل ال4 دول، هتخترع اسماء ليهم وتألف كل واحد بيوصف حجرته عن حيث الاساس الثاني. تعالى كده نشوف اخونا تيو الاول. يبقى احنا عمل هنا 3 أو 4 اولاد. اسم تيو، ماكسيم، فانيسا وكلود. تعالى نشوف تيو قال لك dans ma chambre il y a un lit, une armoire, un bureau sous la fenêtre. في غرفتي يوجد سرير، دولاب، مكتب تحت الشباك. ماكسيم بقى عنده رأي تاني، قال لك dans ma chambre il y a des étagères, une table de chevet et une table sur le mur. Un tableau sur le mur. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني في غرفتي يوجد أرفف
وترابيزه كومودينو ولوحه على الحيط. فانيسا بقى كان له راي تاني. Dans ma chambre, il y a une chaise, un range CD et une corbeille à papier derrière la porte. أخونا بقى فانيسا قال يوجد كرسي وحافظة اسطوانات رانش سي دي وإن كوباية بابيه سلة معاملات derrière la porte ورا الباب. كلود بقى جي ان بيرو il y a aussi un rideau dans ma chambre. ده بقى قال لك أنا عندي مكتب وكمان عندي أيضا ستارة في حجرتي. ده اللي إيه؟ اللي قالوا الأربع سفن. ناخد بقى الموضوع الثاني بيقول لي dans l'écrit ta chambre parle de ce qu'il y a dans ta chambre et la décoration de ta chambre. هنا بقى طالب انك توصف حجرة حضرتك، مش بس كده، هتتكلم عن اللي موجود في حجرتك والديكور اللي في حجرتك، يعني سواء من اساس او من ديكور. هتتكلم عن الاثنين، يبقى تذكر الاثنين، يبقى وفقا للي انت درسته. يبقى ده بيعتمد موضوع ده بيعتمد على انك تكون عارف جميع المبل الاساس وجميع الديكوراسيون اللي ذكرت في هذا الدرس، عشان انك تاخدهم وتحطهم في صيغه جميله في هذا الموضوع مع الوصف. فهتقول ايه؟ تعالى بص كده بيتكلم ازاي. ما شامبر جراند اكلير، اوضتي كبيره ونظيفه. Le bureau est sous la fenêtre. المكتب بيكون تحت الشباك à côté du lit جنب السرير. شفت؟ خدت بالك؟ جاب جملة، ادي جملتين اهو. ما شامبر اي جراند كلير، وقف. اوضتي كبيرة ونظيفة. لو بيرو بيكون، المكتب بيكون ايه؟ استخدام هنا بقى بقى اهو. سو لا فenêtre et à côté du lit. تحت الشباك وجنب السرير. J'ai une petite armoire. J'ai une petite armoire. يعني عندي دولاب صغير. Il y a un tapis rose et des rideaux blancs. يوجد سجادة روز وستاير بيضاء. Je mets une lampe sur la table de cheveux. حاطط أباجورة كده صغيرة على الكومودينو. Ma chambre est bien ordonnée. يعني اوضتي مرتبه جيدا. جاب كده ايه اكتر من 25 و30 كلمه. يبقى تاني. Ma chambre est grande et claire. Le bureau est sous la fenêtre et à côté du lit. J'ai une petite armoire. Il y a un tapis rose et des rideaux blancs. Je mets une lampe sur la table de chevet. Ma chambre est bien ordonnée. وكده نكون انتهينا من الدرس بتاع النهارده اللي هو الدرس الثاني من الوحده الرابعه ترم ثاني ثانيه ثانوي 2022. استعدوا للفيديو بتاع الترتيبات. وطبعا الحصص اللي فاتت، الفيديوهات اللي فاتت على الدرس دوت كان فيه، وخصوصا اللي هم الحصص بتاعت القواعد، في تدريبات كتير على كتاب رابو قلت لك حلها، ودايما تحل هذه التدريبات وما تستناش تدريبات تحلها معايا، عشان لما تقعد معايا وتشوف الفيديو بتاع التدريبات توقف قبل ما اقول الاجابه وانت تجاوب بنفسك، تكون مذاكره مذاكره قويه جدا. لانه تفتكر يا بيبي خلاص الامتحانات بعد العيد مباشره، يعني هتفسخ، هتاكل فسيخ، وبعدين هتلاقي نفسك هوب على الامتحان قاعد في اللجنه مش عارف بتعمل ايه. لم نفسك بسرعه. فيديوهات اللي موجوده كلها على القناه في قوائم التشغيل، اللي انت يا دوبك تخش مثلا في ثانيه ثانوي
تخش ثانيه ثانوي ترم تاني هتلاقي كل فيديوهات اول الترم لغايه الفيديو اللي انا بعمله لك دلوقتي اهو، ولسه اللي جاي فاضل الدرس الاخير. بس قبل ما نحل الدرس، قبل ما نخش على الدرس الاخير هنحل التدريبات وهنخلص ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو دي.